بيتهم علي لطفي ان هو فوت الهدف في النادي الاهلي. تعال نسمع شادي عيسى وشوف ادي اعلام الزمالك ضد عشان قوي النادي تأدي الاهلي تصدق ان في واخطاء على حرب لطفي، على النادي بتلاقي الاهلي. بعض يلا نسمع. الاشاوس يطلعوا يقولوا كلام وبتاع. احنا بنتكلم في توهان. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي اللي ممكن يكون بيهاجمني دلوقتي عشان بقول توهان علي لطفي، هم بنفس الاشخاص، هم اللي طلعوا وقالوا جنش مسيب الماتش، وجنش في ماتش فيوتشر الاولاني هو اللي عمل مش عارف ايه، هو اللي ساعد ايه، هو اللي عمل ايه. لكن تحس ان البعض منهم عقولهم مش بني ادمين، يعني شغالين حاجه تانية، يعني الحقيقه شغالين حاجه تانية خالص، وافكارهم حاجه تانية، وعقولهم هي والارض سواء. فالفكره ايه؟ انه انت بتقول على جنش انه كان وحش، هو كان وحش في الماتش بتاع الزمالك. هو علي لطفي انت دلوقتي اما انا اقول عليه وحش تقول لي لا انت مش عارف ايه؟ لا يا حبيبي، ده كان وحش وده كان وحش، ده مبدأ. ده اصحاب المبادئ والاخلاق المفروض، ده اللي نفهمه، اصحاب المبادئ والاخلاق المفروض يبقوا صحاب مبدأ، اللي هو الصح صح والغلط غلط، والناس اللي عندها رؤية وتوجه مظبوط يبقى عندها رؤية وتوجه مظبوط والحقيقة، ما بتقولش حاجة تانية، مش بتكذب على حد وبتدعي على حد. فما نقول انه في مشكلة حقيقية في في سوري. تمام. فهنا ناخد الكلام ونطلع بيه يعني في اتجاه مهم قوي، انه يا جماعه مش كل اللي انتوا بتقولوه شغال على وجهه نظركم انتوا، يعني لا اما انتوا صح او انتوا صح، الباقي كله مفيش. ما عيب، يعني انتوا شايفين ان جنش وحش في الماتش بتاع زاكو فيوتشر، وعملتوا حملات عليه وخليتوا اخواتنا الاهلاويه اللي في النادي فيوتشر من اول رئيس النادي الاصغر واحد صدقوكم وغيروا الراجل اللي هو بقى محمود حمدي، ماشي، اللي هو بالمناسبه من ناشئين نادي الزمالك، بس انتوا كنتوا تعرفوهوش. خلاص. الناحيه الثانيه لما يجي علي لطفي بقى يعمل الاداء ده في الجون ده، هتقول لي اصله كان متالقا استطاع ان يوقف انا طب والكره دي في اللحظات دي في الوقت ده بيبقى فيه التركيز اعلى ويحصل الخطأ ده، ما تقوليش تايه، بقول لك تايه، ما بقولش حاجه تانية، ما كانش مركز. ايه الجمله بقى اللي انتوا عاملين عليها موضوع وحكايه؟ تمام.